بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. نتمنى تكونوا كامل بخير خياتي وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع نهار اليوم. يتمنى يلقاكم بكل صحة وعافية يا رب. البنات الوصفة تاع اليوم قبولة بزاف بنينة بزاف هايلة، راح تعتمدوها ان شاء الله في شهر رمضان. شربة طبيعية من دون أي إضافات، يعني 100% شربات منزلية طبيعية يشربوها الكبار ويشربوها الصغار. الوصفة هذه البنات نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحتاج أول حاجة مبشور 4 حبات تاع ليمون، يكون الحجم تاعهم مليح، وإذا كانوا صغار ديري 5 حتى ل6 حبات. نحي المبشور كامل بلا ما نحي هذاك الابيض اللي راه ما بين اللب تاع الحبه تاعي وما بين القشره. هذاك الابيض هو اللي فيه نسبه كبيره من المراره، هذاك لازم ما نديروش، يعني نديرو غير الاصفر اللي من الفوق. الزاز هذا خياتي راح نديروه باش نتحصلوا على لون طبيعي، يعني لون اصفر طبيعي بلا ما نضيف اي مكونات اخرى. يعني نخدم غير بالليم اللون ونخدم كلش غير بالحبه تاع الليم. تحصلت هنا على زيت دو سيترون، نضيف عليه عبر ونص سكر ما يعادل 180 غرام. نفس العبر اللي عبرت به السكر ندير به 6 تاع الماء، عبر ونص سكر ب6 عبار تاع الماء. نحرك جيدا الماء مع السكر والزيت دو سيترون وبقشور الليمون غير بالفوي هكذا خياتي. من بعد واش ندير؟ هذا الخيط اللي راكم تشوفوا فيه نديرو فيه قدر يكون كبير، ثم نحطو فوق النار. نحط الخليط تاعي كامل وبلاكو يبقى لكم السكر في الاخير. هكذا نديه يروح يغلي فوق النار. في الجهة المقابلة نجيب الحبة تاع الليمون تاوعي نعصرهم باش نتحصل على عصير الليمون. والليمون تاعكم ما ترموش البنات، حاولوا تنقوا بظفارتكم بزاف يبيض ويعتني بالبشرة، يعني ما ترموش القشور. حاولوا تنقيو بهم ظفارتكم من هذيك الشمكحولية ولا يولوا يشعلوا الله الله. الآن بعد ما عصرت الليمون تاعي نحاول نعبر عبر ونص بنفس العبر اللي عبرت به السكر وعبرت به الماء. نحط العبر والنصف تاعي في إناء ولا في صحن يكون كبير، ونصفي كل حاجة ما خليهاش. نروح للعصير تاعي بعد ما غلى أو الماء مع قشور الليمون غلالي ربع ساعة. نحسب بعد الغلية ربع ساعة ونطفي. والآن نستعمل الصفاية كما قلت لكم ونصفي مليح ونعبز على الصفاية باش يخرج لي كامل هذاك العصير. راني تقريبا تحصلت على نفس الكمية ولا أزيد. معناتها اللي تحب تزيد العبر على هكذا تذوبي المقادير، فقط تحصلي على كمية كبيرة. كاين اللي يحبوا يديروه كمشروع. حنا هاد الليمة نستحقو من بعد في وصفات أخرى نخليه ينشف ومن بعد نخبيه في الفريغو ولا الفريجيدار عادي. نعبز على هذا أيضا، يعني فتت ما خليهاش. نتحصل على هذا الميلونج اللي رايحة نضيف عليه علبة تاع ياغورت يذوق المشماش.
علبة ياغورت بذوق المشماش. من بعد نحرك الكل جيدا، نستعمل البراتور نحرك الكل. نبقى حوالي دقيقتين أو 3 حتى يبيض الخليط. شغل نحرك حتى نحس الخليط تاعي ولا لي بيض من الفوق كيما هكا. من بعد واش راح ندير؟ حنضيف شرائح الليمون. إذا درت في قرعة كبيرة ندير الليمون على شكل مربعات وندخلهم. إذا درت في عفسة كيما تاعي أنا هكذا ندير شرائح تاع الليمون من الفوق. صدقوني الوصفة هذه مستحيل راح تجربوها وما تندم، يعني مستحيل راح تندموا عليها. جربوها من عندي، طبيعية بنينة تهبل وخاثرة ماشي ميها بزاف. أنا ندير أوراق النعناع المتوفرين عندي. حاولوا فقط ديروا العبر كيما ما ديت لكم، والحلاوة لكم الاختيار، تقدروا تنقصوا السكر تنقصوا عادي. الحلاوة هنايا درت عبر ونص، جات حلوة بزاف. وليت عمرتو في قرعة كبيرة. القرعة هنا لازم تكون مغسولة مليح وناشفة. ديروا فيها أي عبر، يعني تحبوا تخبوا بالليترا، تحبوا تخبوا بالساشي، تحبوا تبيعوا بالجريكة الكبيرة تاع 5 لترات تاع 2 لترات، نتوما كيما تحبوا. صدقوني روعة، راح ديروا بها سوكسي كبير في رمضان على بالي. فقط جربوا الوصفة خياتي، وما تنساوناش بالدعم بالاشتراك وجام الفيديو البنات، جام باش يطلع لأكبر عدد من الناس.